مشاهدينا الأكارم في كل الأماكن مرة أخرى تتواصل مباريات دورة الخليج بأجواء حماسية قبل مباراة اليمن والمملكة العربية السعودية. كلاهما يسعى للانتصار اليوم، كلاهما خسر في المباراة الأولى، ولكن لن أطيل كثيرا، خلونا نشوف الجماهير اليمنية شو تقول قبل المباراة. أنا أتوقع أن الخسارة الأولى فعل ماضي، إحنا نحسب لنا اليوم لأنه بصراحة منتخب رائع. بعد أنا أحيي الكابتن سعود الحارس اللي هو رفع روسنا. إن شاء الله بإذن الله، وإحنا متفائلين بالفريق اليمني إن اليوم يحقق الفوز بإذن الله. المباراة بتكون صعبة لأن الفريق السعودي فريق خاص وفريق قوي، الفريق السعودي فريق منظم، وفريق اليمني بعد فريق ممتاز ورائع، وعندنا حارس ما شاء الله عليه. المباراة طافت شال يعني أكثر من نصف الفريق، وإن شاء الله اليوم نتمنى من الفريق يقدم مستوى رائع ونفوز إن شاء الله. أقول إحنا ما حصلنا حتى أعلام ولا قبابيع ولا يعني ما في لجنة مشرفة حتى للمنتخب اليمني، ما في. اللجنة المنظمة المفروض تجيب لنا قبابيع، لفافات، تجيب لنا، شوف ما في معانا ولا شيء إحنا المنتخب اليمني. مشعل الشمري سيكون مع الجمهور السعودي الكبير عن موقعة مهمة جدا. ماذا قالوا أنتم تابعوا. حبيبي وين عزوز؟ أبو عزوز لو سمحت ما عليكم منه يقول. أبو عزوز تفضل طال عمرك عن مباراتكم اليوم، مهمة جدا لازم تفوزون. نعم مباراتنا ما قاطع كلامك والعذر سموحة، مباراتنا مهمة ومع اليمن، والتشكيلة اللي طافت تشكيلة جدا خاطئة من المدرب، لكن بإذن الله إن شاء الله اليوم منصورين ويغير التشكيلة المدرب، وإن شاء الله منصورين. إذا ريكر يبغى يطلع من المنتخب وياخذ شر جزائي يطلع من الحين يا أخي. حنا نحترق ليه يا أخي؟ أنا ودي أن الاتحاد السعودي يتدخل لبعض المحللين اللي يطلعون بعض القنوات اللي يسوؤون لعيبة في وقت ما في. مفروض أنه بالعكس نكون كلنا مع المنتخب يد واحدة ضد هذه الإساءات اللي توجه شخصيا، ما هي إساءات. موضوع ياسر قصدك يعني؟ موضوع ياسر، ما بقولها بكل صراحة، موضوع ياسر. الإعلام السعودي المدرب ريكارد اختار تشكيلة، خلاص المفروض الإعلام يدعم. إذا الإعلام مو داعم الجمهور هذا كله بيدعم، هذا الجمهور كله يدعم إذا الإعلام مو داعم. الله يجازي الذين هم بالهوى ولعوني، هم بالهوى ولعوني. لا 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 داني يا ليلى دانا لا دانا يا ليلى دانا لا دانا. حيو السعودي حيو سعودي ما في زيه، العب وربي يرعاك اخترنا حنا وياك. أنا أتوقع تعادل. ليش؟ السعودي المنتخب السعودي ما هو على مستواه. إن شاء الله يتوقف مسلسل الإحباط ونفوز. أهم شيء احترام الخصم ونفوز إن شاء الله. حيوهم هدف فيك الأمل والأمنية يا ابن يمنا الغالية، حقق لنا الفرحة واسعدنا كما كان السلف الناشئين اللي لهم ذكرى على مر السنين الماضية. ويا صانع الألعاب رتب هجمتك لأجل الهدف وتصور المرمى أمامك، شوته قاضية، هدد شباك الخصم. كرة فيها محاولة ملعوبة. هز الأرض هزم كله شموخ وعزة، اخترنا حنا وياه يبقى الفوز يبقى اخترنا، وسعودي السيد كل الأبطال. الثلاثة اختاروا ميسي، كرة فيها محاولة ملعوبة. جول كسر الأرقام، ممسك الشباك، سام 20 ينطلق في خليج 21. أجمل سعودي فنان بالكرة يعزف الحان، حاول يلا هتف وباسمك حنا نهتف، أخضر ويا مكان فازي. هذا شيء مو بغريب على ياسر، وياسر قده وقدود إن شاء الله، وبيجيب ثلاثة اليوم على اليمن 3، وإن شاء الله هذا رد بسيط بس على الريفي، واللي يقول يتكلم عن ياسر هذا رد بسيط. الحمد لله رجعوا رد ياسر على منتقدينه، وأنا أقول إذا المنتخب اليمني بيندفع راح تنفل السبحة وبتجي الأهداف.
الحمد لله سجلوا هدف ما قصروا، لكن هذا مو بمستوى السعوديه. والله شوف انا احترم منتخب اليمن وعلى العين وعلى الراس، لكن والله مو قدرات السعودي والله العظيم. القناص كبير ما يحتاج، هذا ياسر ما يحتاج. في بعد ولا ايش؟ ان شاء الله في للخامس. ولا يرجعون اليمنيين؟ لا ان شاء الله سعوديه وخامسه. فرحانين انتم ولا لا؟ واكثر من فرحانين. قد الفرحه كبيره؟ اكبر من كبيره ان شاء الله الكاس سعودي باذن الله. الصحه والعافيه. هذه الاجواء طبعا من الجانب السعودي قبل بعد الهدف، لكن نروح مع الزميل العزيز حمد الشملان، وربما اليمنيين زعلانين شويه بعد الهدف، فالى هناك. نتمنى الفوز للمنتخب اليمني. حتى المنتخب السعودي ما قدم، يعني على المنتخب اليمني ما قدم مستوى زين. وبعد ياسر القحطاني يهدف علينا، والله شيء هو مروج اعلاميا، انتهى عصره ياسر، بس قدام اليمن يقدم هالمستوى من حقه لانه ما فيه. المنتخب اليمني بالفعل مكتفي بالادوار الدفاعيه، لكن المباراه لم تنتهي والكره دواره. وامس شاهدنا المنتخب القطري فاز في اخر الدقائق، فان شاء الله يكون المستوى اليمني والوقت لا زال كافي. يدخل الى منطقه الجزاء، محاوله مستمره، كره عرضيه خطيره. يوم السبت مع الكويت هو الاختبار الحقيقي، اذا نبغى البطوله نفوز على الكويت. المباراه ذي بدايه للتصحيح، وان شاء الله بنفوز وبناخذ كاس الخليج باذن الله. وين فايزين؟ انا ما ضاع مستوى، ما في مستوى، وين مستوى؟ انا باقي لي مباراه مع الكويت. وشلون تبغاني اتاهل وانا بلعب بهذه الطريقه؟ يا اخي اذا ما استغلت وضع اليمن اليوم والله ما استاهل التاهل. ولا اثنين ولا ثلاثه مرضي. ما كذا منتخب يمني محطه عبور ناخذها، محطه عبور للمنتخبات في المجموعه. ابو الهدف، ابو كذا والدعم يضغط لاعب كذا. ما قلت لك والله مرضي، والله مرضي. يحيى يريد الاخضر الى الحياه، فهد وضع الكره في الشباك. خلاص هذا حال كرة القدم، وهذه البطولة نتشرف بها في البحرين، ونقول الحمد لله على كل شيء، وهذا حال كرة القدم. ما وصلناش لحارة الياس، بس نتمنى لهم مزيد من التقدم ان شاء الله. انا بقول لك اللعابة فاشلين، عندنا مدرب الحمد لله، لكن شوف اللعابة فاشلين. انا اقول لك من الحين منتخب يمني فاشل فاشل فاشل. قدم اللعابة فاشلين. اذا مستوى المنتخب اليمني تطور في سنة، المنتخب السعودي رجع 10 سنوات. ان المنتخب الاخضر السعودي على هذا الفوز ويستحق الفوز، لانه قدم اداء طيب، ونقول اليمن هارد لك، ونتائج طيبه اكثر مما كانت في خليج 20 حيث حقق هدفين، بينما كانت نتيجته في اليمن في عدن 4-0، وهذه نتيجه طيبه. وامكانيات اليمن يعني فريق اليمن امكانيات ضعيفه، واداء يعني طيب، والله يوفقهم بالمباريات القادمه ان شاء الله بالله. ان شاء الله الفوز بيتحقق مع المستقبل. لو نظرنا لسلطنة عمان كم ظل لما حققت فوز يعني عده سنوات وعده دورات، وان شاء الله نحن نكون بالمستقبل برازيل الخليج ان شاء الله، ونحقق انتصارات وناخذ الكاس ان شاء الله، وان شاء الله نذكركم بالمستقبل، لان اليمن مواهب واعد ان شاء الله. اليمن موهب بالفطره. 2-0 على الامكانيات السعوديه، على المدربين السعوديين، على جميع الذي يقدمونه السعوديه للاعبين، يعتبر 2-0 فوز المنتخب اليمني. واشكر الحارس، شكرا جزيلا للحارس. الحارس يعادل 5 لاعبين. الحارس اشكرك يا ايها الحارس، يعني واصل دربك ايها الحارس، واصل دربك. احنا نأسف كل الاسف بسبب قيادة المدرب. ثانيا الفريق لا يتغير لا يمكن 5 سنين او 4 سنين وهو لا يتغير، يعني كل اللاعبين لا عندهم المستوى. ثانيا لا بنية جسمانية، لا يعني خلاص احنا يئسنا والله. لازم يتغير الفريق، لازم يتغير الفريق. اما اليمن فهو على عيوننا ورسنا، وتحيا اليمن، تحيا اليمن، تحيا اليمن. هنا محمد عبد الكريم يعطي صافرة النهاية. الوقت انتهى وانا من اول قلتها، الوقت انتهى
هذه البطولة في الأصل غير السعودي من لها صفر اليوم فزنا بس مو بخمس، بس الحمد لله اسكتنا الهريفي ياسر جاب هدف اليوم. والله هذا عوايد ابو عزوز رغم انه مو مستواه. ما راضي. ليش مو راضي بعد؟ لان المفروض فزنا 4 أو 3 عشان قدام الكويت نلعب على التعادل او الفوز. بالمستوى هذا ما نستحق نتاهل ولا نستحق بطوله. وين فايزين على اليمن فازوا على اليمن 2 بعد. زين، مع احترامي لفريق اليمن المنتخب السعودي، احنا اللواعيب هذول ما نبغاهم. هذول اللواعيب يذكرون بكاس اسيا 2011. كل اللواعيب يذكرون بكاس اسيا 2011، نبغى لواعيب شباب. وحلوه المباراه مره، لكن كان ودنا اداء ياسر القحطاني يكون ارقى من كذا شوي. اداء المنتخب السعودي، لكن احنا املنا والله ثم راس الحربه. والله لا، ما هو هذا لعب المنتخب السعودي ابدا. نعم، المفروض ان نقدم اكثر من كذا. اذا كان هذا اللعب والله قدام الكويت بننهزم. الحمد لله وعقبال الكويت ان شاء الله، بس برضو نبي مستوى اكثر من هذا. ما قصروا، وابو عزوز على راسي، ترى افضل لاعب بالنسبه لي. اذا مشاهدينا الاعزاء هكذا هي الاجواء في المدرجات. مبروك للسعوديه وهاردك للمنتخب اليمني. فضفض راح يجيكم من بكره بعد بكره بحلقه جديده. اشكر الزملاء كلهم في كل المواقع وفي كل الامكنه، على اساس ان احنا نلتقي ان شاء الله بعد بكره. مع السلامه.